السلام عليكم جماعة الخير ومساكم الله بألف خير. معكم مازن العريمي. اليوم مع ساعة ممكن تكون مثير للجدل لأنها ساعة هوماج من ساعة هوماج مستوحاة من الساعة الأصلية، ولين اليوم ساعات الهوماج بالأساس ساعات مثير للجدل لأنها تمشي على وتر حساس في عالم الساعات. ولكن إذا كان ساعة الهوماج مميزة بالمينا مالها أو المواد المستعملة في صناعتها، ما حس إن في شيء يمنعنا إن نشوف هالفئة من الساعات. وحس إن هالساعات ممكن تكون بداية جميلة حل الناس اللي تهوى الساعات بس تفتقر الإمكانية في شراء نظيراتها، لأن مثل ما نعرف الأسعار في عالم الساعات ممكن توصل لآلاف مؤلفة، بالأخص في الإصدارات الخاصة. وأنا واحد من الناس اللي ممكن يلبسوا ساعة الهوماج، بالأخص وتكون ساعة الهوماج أحسن من الساعة الأصلية، وهذا الشيء اللي راح أقدمه اليوم. فخلينا نبدأ. ساعتنا اليوم هي الباغاني ديزاين 1701 V4 Ice Blue. قبل نتطرق للساعة نفسها خلينا نتكلم عن البراند اللي هو باغاني ديزاين. طبعا الشركة ما لها أي صلة بباغاني أوتوموبيليا، الشركة المختصة بصناعة سيارات الهايبر كارز وأيضا سيارات السباق. باغاني ديزاين هي شركة صينية اسمها غوانزو باغاني ديزاين، وهي شركة مختصة بصناعة ساعات الهوماج، بالأخص لساعات رولكس، تاغ هوير وأوميغا. وهذا الشيء يعتزوا فيه مع أنهم يخبوه، مع أن معظم الشركات الصينية لصناعة ساعات الهوماج دائما تقول أن تصاميمنا إبداعية وهذه ساعاتنا الخاصة. ولكن باغاني ديزاين يعتز بهذا الشيء ويقولوا لك في الموقع بالأساس إن نحن نعمل هوماج لرولكس، أوميغا وتاغ هوير وكثير من البراندات الثانية، مع أن الكثير من الشركات الصينية تحاول تقنعك أن تصاميمها إبداعية وما مستوحاة من أي مكان. غوانزو باغاني ديزاين يمتلكوا شركتين اللي هم باغاني ديزاين بالنفس وأيضا بنيار. والحين خلينا ندخل للساعة. ساعة PD 1701 V4 مستوحاة من الأوميغا سبيد ماستر، ولكن عيب علي أن أحط هالساعة الأسطورية كوجه للمقارنة لباغاني ديزاين. فخلينا نقول أن هالساعة نظيرة الساعة اللي عملوها أوميغا وسواتش باسم مون سواتش. وهنا الشيء اللي خلاني شوي نحاز لساعات الهوماج وخلاني أعمل هالفيديو بالأساس، لأن باغاني ديزاين اللي هي الهوماج كانت أحسن بكثير عن المون سواتش. خلوني أقول لكم كيف. كيس أو جسم هالساعة اللي قدامكم الحين مصنوع من 316L ستيل، المقاوم للصدى ومقاوم لمعظم عوامل الجو، واللي يميز قوته وصلابته هو ارتفاع معدن الكروميوم في تركيبته. وهالفولاذ في العادة يستعمل في الساعات اللي في السعر 300 وفوق. أما جسم الموس واتش مصنوع من مادة البايو سيراميك، اللي هو نوع من أنواع البلاستيك الممزوج بالسيراميك اللي بتقدر تسواتش. للأسف هالمادة سهلة الخدش. الزجاج الأمامي للباغاني ديزاين مصنوع من كريستال السفاير اللي معروف انه مقاوم للخدش، واللي ايضا موجود في ساعات اغلب كثير من هالساعة. اما الزجاج الامامي للمون سواتش مصنوع من بلاستيك الاكريليك الشفاف اللي ايضا ينخدش بسهولة. القياس متقارب بين الاثنين، بحيث ان الباغاني ديزاين بالطول هو 48 ملم وبالعرض هو 42 ملم مع الازرار والمفتاح، والثخن الساعة هو 14 ملم، واللي يخلي هالساعة مناسبة للأعصم الكبيرة والمتوسطة. والفرق بينها وبين الموس واتش هو أجزاء من الملي في الحجم. ووزن الساعة هو 140 جرام، واللي يحسسك ان صح لابس ساعة في ايدك، بالمقارنة ب 29 جرام اللي هو وزن المون سواتش. نجي على المحرك.
طبعا الساعتين شغلت على محرك الكوارتز. في المونس واتش نحصل ETA كرونوغراف كوارتز المصنوع في سويسرا. في الباغاني نحصل محرك سيكو VK63 اللي هو كرونوغراف كوارتز مصنوع في اليابان. والساعتين ينتموا لفئة ساعات الكرونوغراف اللي في العادة تعطيك أكثر من مؤشر للتوقيت، وبالأساس ساعات الكرونوغراف تميز بطابعها الرياضي، أنها ساعات تحتوي على توقيت التوقيف الرياضي أو ستوب واتش. يمكن تلاحظوا عليها مسميات سبيد تايمر وسبيد ماستر، لأن هالساعات ترتبط بعالم السرعة والسباقات بعد. وهالشيء واضح في مينا هالساعة بهاللون المميز اللي اسمه ايس بلو، واللي قريب كثير من اللون اللي عامل ترند حاليا في عالم الساعات اللي هو لون التفني. نرجع لوجه المقارنة. في مقاومة العمق للماء الباغاني تستحمل العمق ل 100 متر، ولكن الموس واتش حدها 30 متر. هو صح هي ما ساعة غوص، بس حلوة الميزة إذا بتستعمل الساعة يوميا وما تخليك تحاتي أصلا. والشيء الثاني الميزة إن يعطوك سوار إضافي إذا حبيت تغير المود من شكل رياضي لشكل طلعات. وكذا مثل ما تشوفوا ممكن نقول إن حصلنا الفروقات ما بين الأصل والهوماج. وحس لأول مرة الهوماج اللي يعترف إنه هوماج يتفوق على الأصل المستوحى منه. وغير عن كذا أهم شيء في الموضوع هو السعر الحالي للأوميجا موس واتش على كثر الضجة اللي وراه هو 150 إلى 241 ريال عماني. والسعر الحالي للهوماج اللي هو الباغاني ديزاين 1701B4 هو 40 إلى 50 ريال عماني. وطبعا السعر يختلف من مورد لمورد. عذر بعض شركات الساعات الكبيرة في تحديد سعر الساعات لأن تم دفع الكثير لتطوير تصميم جديد، فعشان كذا الساعة تكون غالية. وجواب شركات تصنيع الساعات الصينية إن التصميم موجود، السعر يجي من المواد، فمواد أحسن بسعر أقل. في هالمقارنة تصميم واحد، ما في أي ابتكار جديد، وما في شيء يشفع لسعر الموس واتش غير إنه مطبوع عليها أوميجا. وبهالشيء وهالمراجعة للساعتين أفضل أخذ الباغاني ديزاين 100 مرة على الموس واتش. وأعرف إن في احتمالية إن صندوق التعليقات ممكن بيشب نار، بس خبرونا إيش رأيكم؟ موس واتش، باغاني، أو يغيبوا الاثنين من روح الأوميجا سبيد ماستر الأصل؟ مترقب تعليقاتكم، وطبعا إذا حبيتوا هالمحتوى شاركوه مع أصحابكم وأحبائكم، وادعموني بلايك وسبسكرايب علشان أكمل أطلع لكم محتوى مثل هذا وأحسن منه إن شاء الله. وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.